الفان ده بيشتغل بالكامل بالكهرباء وبيجي بأربع محركات كهربائية، واحد لكل عجلة عشان يضمن توزيع مثالي للقوة. القوة الإجمالية 2000 حصان. تخيل فان عادي ممكن يتحول لماكينة تسارع خارقة. ومن حيث التسارع، الفان ده بيعمل من 0 ل100 في أقل من ثانيتين ونص. أما البطاريات فمصممة لدعم سرعة شحن رهيبة وتوفر أقصى أداء على الحلبات. بالنسبة للبادي، فالبادي مصنوع كله بالكامل من الكربون فايبر لتقليل الوزن قدر الإمكان. لكن مش بس الوزن هو المهم هنا، التصميم الخارجي كمان بيخدم الأداء بشكل مثالي. الفان ده بيجمع ما بين خطوط جريئة وفتحات تهوية ضخمة بتساعد في التبريد، والجناح الخلفي العملاق مع الديفيوزر بيشتغلوا مع بعض عشان يوفروا 2 طن من الداون فورس، مع العلم إن وزن العربية طن و800 كيلو بس، وده بيديها ثبات في السرعات العالية والمنعطفات. فورد استخدمت نفس التكنولوجيا اللي بنشوفها في سيارات الفورمولا 1 عشان تحقق ده. فورد كمان اهتم بتكنولوجيا التحكم. الفان مزود بنظام ذكي بيحسب عزم الدوران المطلوب لكل كفر في كل لحظة عشان يضمن أفضل أداء مهما كان ظروف القيادة.